يا أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أهم النقلات اللي حصلت في عالم السوفتوير، وهي إزاي اتحركنا من عصر الفيرتشوال ماشينز لعصر الكونتينرز. وهنشوف إزاي أداة واحدة بس اللي هي دوكر قدرت تغير اللعبة بالكامل. يلا بينا نبدأ. لو أي حد اشتغل في مجال السوفتوير فأكيد عدت عليه الجملة دي أو حتى قالها بنفسه: الكود شغال زي الفل على جهازي، مش عارف ليه مش شغال عندك. دي كانت المشكلة الأزلية اللي واجهت المطورين لسنين وسنين. الكود يشتغل تمام على جهازك، لكن أول ما تنقله على سيرفر أو جهاز زميلك كل حاجة تضرب. المشكلة دي هي محور قصتنا النهاردة. عشان نبسط الموضوع خلينا نتخيل المشكلة دي كأنها تعبان جوه صندوق. التعبان ده هو الابليكيشن بتاعك بكل تعقيداته والمكتبات اللي بيعتمد عليها، والصندوق هو الطريقة اللي بنغلف بيها الابليكيشن ده عشان نعرف نشحنه لأي مكان في العالم ونبقى ضامنين إنه هيشتغل بنفس الطريقة كل مرة. التحدي الكبير كان دايماً إزاي نصمم الصندوق ده صح. طيب عشان نفهم الحل لازم نرجع بالزمن لورا شوية ونشوف أصل المشكلة. زمان قوي في الستينات كان كل ابليكيشن بيحتاج سيرفر فيزيائي ضخم لوحده. طبعا مع الوقت في التسعينات ده سبب مشكلة إهدار رهيب في موارد الهاردوير. السيرفرات شغالة بربع طاقتها والباقي نرمي في الأرض. لحد ما في الألفينات ظهر أول حل ثوري للمشكلة دي، وهو الفيرتشوال ماشين. In Virtual Machines أو ال VMs كانت أول محاولة حقيقية عشان نعمل الصندوق اللي بنتكلم عليه. والحقيقة هو كان صندوق قوي جدا وفعال، بس مشكلته إنه كان تقيل قوي وضخم زيادة عن اللزوم. خلينا نشوف ليه. هي دي البنية بتاعة ال VM. عندنا الهاردوير وعليه نظام تشغيل أساسي وبعدين طبقة اسمها الهايبرفايزر، دي بقى اللي بتخلق ال VMs. الكارثة الحقيقية فين بقى؟ إن كل ابلكيشن بنشغله لازم يجي معاه نسخة كاملة من نظام تشغيل تاني خاص بيه هو بس، اللي هو الجاست او اس. يعني تخيلوا معايا لو عندنا 3 ابلكيشنز، يبقى احنا مشغلين 3 أنظمة تشغيل كاملة فوق نظام التشغيل الأصلي. التكرار ده بنسميه ضريبة موارد ال VM، بالظبط زي الضرائب. دي تكلفة احنا بندفعها غصب عننا في شكل CPU ورام ومساحة تخزين، مش عشان الابليكيشن بتاعنا يشتغل، لأ، دي عشان نشغل نظام تشغيل كامل لكل ابليكيشن، مع ان الابليكيشن نفسه ممكن يكون مش محتاج غير 5% بس من نظام التشغيل. وبصوا كده معايا على الرسمة دي عشان الصورة توضح أكتر. لو الابليكيشن بتاعنا محتاج بس 1 جيجا رام عشان يشتغل كويس، هنلاقي إن اللي جاست أو اس اللي شايله ده محتاج لوحده 4 جيجا رام. يعني الإجمالي المحجوز 5 جيج عشان نشغل حاجة هي في الحقيقة محتاجة 1 جيجا بس. ده إهدار فظيع للموارد. ومن هنا بالظبط بدأت الثورة الحقيقية، ثورة الكونتينرز. الفكرة كلها كانت في إيجاد صندوق جديد، بس المرة دي يكون أخف وأذكى بكتير. السؤال اللي غير كل حاجة كان عبقري في بساطته. طيب، ماذا لو؟ ماذا لو قدرنا نتخلص من كل أنظمة التشغيل المتكررة دي؟ ماذا لو كل الابليكيشنز قدرت تشارك نظام تشغيل واحد بس، اللي هو بتاع السيرفر الأصلي؟ ودي كانت لحظة الكشف، الآها مومنت زي ما بيقولوا. بصوا على المقارنة دي. في عالم الكونتينرز الهايبرفايزر بيتبدل بحاجة اسمها كونتينر انجن، والأهم من كل ده طبقة الجست او اس اختفت، مش موجودة أصلاً. الابليكيشن بقى بيشتغل مباشرة فوق نظام التشغيل بتاع السيرفر وبيشاركوا مع باقي الابليكيشنز. يبقى إيه هو الكونتينر ده؟ من الآخر ببساطة شديدة هو عبارة عن حزمة خفيفة جدا ومعزولة جواها الابليكيشن وكل حاجة بيحتاجها، وهو بيشتغل كبروسيس واحدة بس، وبيشارك الكيرنل أو النواة نظام التشغيل مع السيرفر. أهم كلمتين هنا هما عزل ومشاركة النواة. على فكرة الموضوع ده مش سحر ولا حاجة. الفكرة دي قايمة على تكنولوجيا موجودة أصلاً في قلب نظام لينكس من زمان، زي حاجة اسمها نيم سبيسز عشان تعمل العزل ده، وحاجة تانية اسمها سي جروبس عشان تحدد كل كونتينر ياخد موارد قد إيه. يعني التكنولوجيا دي مبنية على أساس قوي ومجرب. التكنولوجيا دي كانت موجودة، أيوة، بس كانت معقدة جدا ومحدش بيعرف يستخدمها بسهولة. كانت زي السلاح السري اللي محدش عارف يوصله، لحد ما ظهر دوكر. دوكر هو اللي جه وفك شفرة الصندوق ده للكل، وخلى تكنولوجيا الكونتينرز سهلة وفي متناول أي مطور في العالم. طيب عشان نفهم دوكر صح لازم نفرق كويس قوي بين حاجتين: الإيمج والكونتينر. الإيمج دي هي القالب أو التصميم الأساسي، زي ال VM template كده. دي نسخة للقراءة فقط فيها الابليكيشن وكل حاجة بيحتاجها. أما بقى الكونتينر فهو النسخة الحية والشغالة اللي بتتعمل من الإيمج دي، بالظبط زي الرننج VM. يعني الإيمج هي الوصحة والكونتينر هو الطبخة نفسها. والعبقرية في الإيمجز إنها بتتبني على شكل طبقات فوق بعض زي مكعبات الليجو. يعني ممكن نبدأ بطبقة أساسية فيها نظام تشغيل صغير جدا،
وبعدين نضيف فوقيها طبقة فيها لغة البرمجة زي بايثون، وبعدين طبقة تالتة فيها مكتبة الداتابيز، وآخر طبقة فوق خالص نحط فيها الكود بتاعنا. الطريقة دي بتخلي بناء ومشاركة الإيمجز حاجة سريعة وفعالة جدا. وهنا بقى لازم نقف وقفة ونعمل ريست لطريقة تفكيرنا القديمة. الكونتينرز مش مجرد سيرفرات صغيرة، دي فكرة مختلفة تماما. خلونا نشوف الفرق في السرعة. الفيرتشوال ماشين عشان بس تقوم وتشتغل محتاجة دقايق كاملة، في حين إن الكونتينر بيقوم ويشتغل في ثواني وأحيانا في أجزاء من الثانية. الفرق مرعب. والفرق مش بس في السرعة، لأ، ده في الحجم كمان. بصوا على الفرق الفظيع ده. الVM حجمها بيتقاس بالجيجا بايت، لكن الكونتينر حجمه بيتقاس بالميجا بايت، أخف بمراحل. ودي يمكن أهم جملة في الشرح ده كله ولازم نستوعبها كويس. الكونتينر مش سيرفر صغير، الكونتينر هو عبارة عن بروسيس واحدة بس، هو مجرد غلاف للبروسيس بتاعة الابليكيشن بتاعك. طيب ده معناه إيه؟ معناه إن حياة الكونتينر مرتبطة بحياة البروسيس دي. يعني أول ما البروسيس الأساسية دي تقف لأي سبب من الأسباب، الكونتينر نفسه بيقف وبيموت معاها. هو مش جهاز شغال في الخلفية زي الVM، لأ، هو حرفياً مجرد البروسيس دي وبس. طيب، كل الكلام الجميل ده مهم ليه في أرض الواقع، وإزاي بيغير مستقبل صناعة السوفت وير؟ الخلاصة أن الصندوق الجديد ده اللي هو الكونتينر حل المشكلة من جذورها. أولاً، بقى عندنا سهولة نقل رهيبة، الصندوق ده بيشتغل في أي حتة بنفس الطريقة. ثانياً، الكفاءة زادت جداً وبقينا نقدر نشغل الابليكيشنز أكتر بكتير على نفس الهاردوير. ثالثاً، السرعة، سرعة خيالية في كل مراحل التطوير والنشر. والأهم من كل ده إنه قضى على مشكلة شغال على جهازي دي تماماً وللأبد. بس لحظة، دلوقتي إحنا بقينا في عالم كله صناديق ستاندرد وموحدة، وبقى عندنا مئات ويمكن آلاف من الصناديق دي شغالة مع بعض. السؤال اللي لازم نسأله دلوقتي هو مين اللي هينظم حركة المرور بين كل الصناديق دي؟ مين المايسترو اللي هيخليهم يكلموا بعض صح؟ بس دي قصة تانية خالص.